في الفترة الأخيرة بدأت ناس كتير تدخل كلية حاسبات ومعلومات. معظم الناس اللي الحماس أخدهم ودخلوا الكلية حسوا إنهم سرعوا شوية، وقفوا قدام حيطة سد. وده لأن معظم الكلام اللي سمعوه كله إيجابي. هتدخل حاسبات تبقى مهندس برمجيات، تشتغل بسهولة، هتقدر تشتغل فريلانسر، تقبض بالدولار. وكل الكلام ده صحيح، ولكن هل أنت فعلا مؤهل إنك تدخل كلية حاسبات ومعلومات؟ أنا عايزك تسأل نفسك سؤال. آخر مرة قعدت على الكمبيوتر تتعلم حاجة أو تعمل حاجة معينة قعدت كام ساعة؟ إجابتك على السؤال ده هو مفتاح الحلقة كلها. الناس اللي طبيعتها بتتحرك كتير، بتخرج، بتلعب، بتسافر، الناس اللي بتعرفش تستقر في مكان واحد اكتر من ساعه او ساعتين، وامكانيه انهم يقعدوا على جهاز كمبيوتر لمده 9 و10 ساعات مستحيله، ده صعب جدا ان ندخل مجال زي مجالنا. هندسه البرمجيات ما بين قوسين هي التعلم. المهنه مختلفه تماما عن اي مهنه تعرفها، مختلفه عن المحاماه، مختلفه عن الدكتوراه، مختلفه عن التدريس. كل المهن دي مع الوقت تبني معلومات فوق بعضها، وفي الاخر بتبقى خبير، ولما يجي سن التقاعد بتبقى خلاص جبت اخرها. في هندسه البرمجيات الوضع مختلف. لو وقفت تعلم ومواكبه التكنولوجيا الحديثه فانت خلاص اوت. انت عارف لما تدخل الكليه هتقابل ناس شاطره كتير، ولكن لو ما عندهمش قدره انهم يقعدوا قدام الكمبيوتر لمده 9 ساعات او 10 ساعات، معظم الناس الشاطره اللي انت شايفها دي اخرها تحل شيتات، تحل اسايمنتات. من الاخر هيتعاملوا مع المواد كانها فيزياء واحياء وكيمياء ويقضوها حفظ. احنا الثقافه بتاعتنا مختلفه شويه. لما تبدا تاخد كورسات في الجامعه مثلا هتتفاجئ بان مفيش حد بيعلمك بروجرامنج. هتلاقيك بتعلم اوبريتنج سيستم، داتا ستراكشر، الجوريزمز. مش هتلاقي حد يجي يقعد جنبك ويعلمك ازاي تكتب كود بسي بلس بلس وجافا وبايثون. كل اللي بيعلموه في حاسبات ومعلومات شويه مفاهيم. انت بقى تعيش مع نفسك على الكمبيوتر بالساعات عشان تتعلم، ولو ما اتعلمتش يبقى انت كده اوت من الاول خالص. هتقول لي طب اللي اتعلمته في الجامعه؟ هقول لك سوق العمل دلوقتي عايزك تكتب له في السي في انت بتعرف تعمل ايه. ده لانك لما تشتغل برضه محدش هيقعد جنبك ويعلمك. 99% من الشركات بتديك اكسس على الكود والداتابيز وتسيبك تعيش. وهنا برضو هنرجع لاول نقطه، لازم يكون عندك قدره دايما انك تقعد وتتعلم. والمره تانية الثقافه بتاعتنا مختلفه. مش بصعب عليك الموضوع، ولكن لو انت معتبر انك طالما دخلت الكليه فانت كده خلاص، او انك جيت على نفسك شويه وبعد كده اشتغلت فانت كده خلاص، فانت غلطان اكيد. ولكن طبعا لو حبيت تتعلم وتدرب نفسك انك تقعد لفترات طويله اكيد مش مستحيل. ما تنساش تعمل لايك للحلقه لو الموضوع عجبك، ولو بتحب تفهم اكتر عن مواضيع زي دي ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس.